السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل فيه طاجن كوارع بالخل والثوم. طعمه روعه، طعمه حلو جدا وسهل قوي، مش هياخد وقت معانا خالص في التحضير، وكمان طعمه هيطلع جميل جدا. الكوارع دايبه وشاربه من الصوص وطعمها حلو جدا، هيخليكي لو مش بتحبيها او لو اي حد مش بيحب الكوارع هياكلها بالطعم ده، وهيسألك كمان عاملاها ازاي. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. بس الاول لو مش مشتركه في القناه اشتركي وفعلي الجرس وما تنسيش اللايك. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف عملناها ازاي. اول حاجه صينيه على النار او طاجن لو انت ضامنه ان هو مش هيتكسر، حطي فيه حبه زيت. انا حطاه على الشياطه ومهديه النار. لو انت خايفه لا يتكسر اعمليه في صينيه وبعد كده نحطه في الطاجن عادي، ياخد بس الطعم بتاع الطاجن كده، بيكون طعمه حلو قوي. حطيت فيه معلقتين زيت وحطيت فيه معلقتين توم كده مهروسين او حوالي راس توم كبيره. اشوح التوم كده على النار لحد ما يدبل، بس ما سيبوش طبعا ياخد لون. اول ما الاقيه كده دبل معايا بس كده في الزيت، ما حمروش طبعا لان لو احمر هيمرر معايا، انا مش عايزاه يحمر. واكون مقطعه فلفل كده الوان وفلفل اخضر او شطه خضراء، انزل عليهم كده على التوم، حوالي نص فلفلايه كده من كل لون. حاجه بس هتدي لون حلو وكمان هتنزل طعم حلو قوي كده في قلب الطاجن. اقلبها تقليبه برضو لحد التوم ما ينشف تاني معايا. بعد ما اقلبهم شويه كده عشان خاطر كمان الخضار بتاعي كده يدبل شويه، انزل عليه بقى بحبه بهارات كده، حبه ورق لورا ومعلقه من السبع بهارات ومعلقه من بهارات اللحمه وربع معلقه كده من الكوبيبه الصيني المطحونه وربع معلقه من الحبهان المطحون. اقلبهم تقلبتين تاني كده بقى مع الفلفل كده والثوم. وبعد ما ريحتهم تطلع تاني كده، التوابل ريحتها تطلع، هنزل عليها بحوالي ربع كوبايه خل او 3-4 معالق كده خل. اسيبهم يغلوا غلوه كده ريحتهم تطلع هما كمان مع بعض. واكون معايا الطماطم كده ابشريها بالمبشره او في الكبه، خليها حتت مضربهاش في الخلاط، وانزل بيها على الخضار اللي انا عملته بالثوم دون. طعمه حلو جدا. زودت عليه كمان بقى بهارات وملح، الملح المبهر، عليه كمون وكزبره وملح، واغطيه بقى واسيبه يتسبك. الكوارع طبعا في الوقت ده مستويه خالص معايا. انا ما حبيتش اجيبها تاني بقى وانا بغسلها تاني وبسويها، انا عملتها قبل كده في الفيديو بتاع الورق العنب بالكوارع، غسلناها كويس وسويناها كده مع بعض، فما رضيتش بقى ان انا اطول الفيديو تاني. كده استوت، الشوربه بتاعتها جميله قوي، شوربه جميله وكلها كده الدهون بتاعتها نازله فيها، وريحتها حلوه قوي وطعمها حلو وصافيه جدا. اطلع بقى الكوارع منها، احطها على طول في الخلطه اللي انا عاملاها دي. الكوارع دايبه خالص، سايبه خالص كده العظمه بتاعتها وطالعه منها، يعني اللي تلاقيها طالعه من العظمه كده شيليها، ولو ماسكه في العظمه سيبيها تستوي تاني في قلب الصلصه. حطيتها كلها بقى في قلب الطاجن بتاعي في الصلصه. اقلبها كده كويس في الصلصه بالفلفل، دي طعمها حلو جدا، بالخل والثوم كده حلوه جدا. طبعا لو محتاجه ملح او اي حاجه او فلفل اسود ازود لها. لكن احنا حطينا 7 بهارات وبهارات اللحمه، وحطينا حبهان مطحون، وحطينا الكوبيبه الصيني، وكمان حطينا الملح المبهر، عليه كزبره وكمون وفلفل اسود وملح، فكده عليها كل البهارات والتوابل. سبتها تغلي شويه بقى تاني كده، تشرب تاني من الصلصه. لو عايزه ادخلها الفرن برضو من الاول ادخلها، لكن انا سبتها الاول تشرب كده من الصلصه، وبعد كده هحطها تاخد وش بس في الفرن. يعني انت عايزه تنشفي وشها كده حطيها تحت الشوايه. حطيتها تحت الشوايه بس حوالي نص ساعه كده على نار هاديه، بعدتها كده عن الشوايه وسبتها نشفت كده ووشها خدت وش، بقت حلوه قوي. كده دخلتها الفرن، طلعت بقى من الفرن اهي واخده وش حلو قوي، وشها نشف كده بالصلصه كده على وشها، طعمها حلو جدا. الطاجن ده جميل جدا، ريحه الثوم والخل فيه كده فايحه كده وطعمها حلو قوي، ريحته جميله جدا. وكمان الكوارع ناشفه كده، لو انت عايزه تسيبيها طريه زي ما هي ما تدخليهاش، لو عايزاها سايحه كده ما تدخليهاش. لكن هي مستويه وانا دخلتها بس تنشف كده، تنشف وتتحمر بس كده، لكن دايبه خالص، طعمها جميل جدا. دايبه وشاربه كده من الخلطه اللي محطوطه عليها دي، وكمان الخضار اللي فيها ده طعمه حلو قوي. تاكليها بقى جنب رز ابيض او جنب فته كده برضو بالخل والثوم والرز الابيض والسلطه، احلى اكله. طبعا عارفين فوائد الكوارع بالنسبه للكبار وللصغيرين، حلوه جدا ومفيده جدا. لو عملتيها بنفس الطريقه دي مفيش حد هيقولك مش بحب الكوارع، طعمها حلو جدا. اتمنى الكل يجربها وان شاء الله هتعجبكم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم.
لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.